جماعة، أنا الحماس النهاردة عندي مليون. النهاردة روتين في البلكونة وفيها تجديدات وفيها تجهيزات لرمضان، يعني 3 في 1. طبعا البلكونة الكراسي دي ما كانتش بتتشمس ولا حاجة، كنت بنشر عليها في البلكونة عشان ما ينفعش أعمل منشر خارجي. والمنشر الداخلي بقى عانيت كتير على ما دورت عليه بقى، بس الحمد لله لقيت حاجة تحفة. مش المنشر الداخلي اللي هو التقليدي اللي هو بيتقفل ويتني ده وتقعدي بقى يصدي على الهدوم وتركنيه على جنب. وحالته حالة جبته قبل كده والصراحة ما عجبنيش، ده غير ان انا سألت عليه من سنة. كان في رينج 1000 جنيه كده، خدت الصدمة والله ومشيت. وكان في دماغي فكرة كده ان انا عايزة اعمل المنشر في الحيطة ويبقى بيتقفل ويتفتح. وفكرت كذا مرة ان انا اوديه بقى الحداد او حاجة اقول له الفكرة اللي في دماغي. بس خفت الصراحة ان هو ممكن يعملها لي وحشة او الخامة ما تبقاش اللي انا عايزاها او ما يبقاش فاهم الفكرة ويعمل لي حاجة مش عجباني. بس الحمد لله لقيته، كنت برول كده على الفيس ولقيته الحمد لله منشر داخلي بيتني. وكمان هم قايلين ان هو مرشوش الكتروستاتيك، يعني غير قابل للصدى. ده غير بقى حاجة كمان ميزة فيه، ان انت اللي بتركبي الحبال. يعني وقت الحبال مثلا مش عاجباكي، ادمت باظت، مش هيأثر على الهدوم في اي حاجة، هتغيري الحبال ومفيش اي صدى هيلمس الهدوم عندك ولا المعاناة بتاعت المناشر القديمة دي. طبعا دخلت نفضت كراسي السفرة وشلتها دخلتها جوه، قلت لها كتر خيرك يا بنتي معانا اتبهدلتي لحد كده. وزعفت البلكونه، والفقره المفضله بقى لقلبي بتاعه الشطف دي. اي نعم الدنيا تلج، بس اول ما بتشتغلي الدنيا بتحلو معاكي وجسمك بيسخن على طول. غسلت الشيش والسور والحيطان، وقعدت بقى الم في الميه براحتي خالص. ده غير ان انا برضو في الفيديو ده عملت تجهيزات رمضان. الفيديو حلو قوي. وعارفه انا كل شويه رايحه جايه كده فرحانه بالمنشر، يا الله يعني مبسوطه والله يعني. احنا ستات طيبين والله، اي حاجه بسيطه كده بتجيبيها بتبقى نفسك فيها بتفرحك دي كده. 2 hours later في لم الميه، الفقره الاخيره في لم الميه. وهنا الحمد لله كنت سبت البلكونه نشفت، وده بقى المنشر اللزوز الجميل. بصي انتي بتتنيه لفوق، يعني خلاص خلصت غسيل هتلميه، مش محتاجة بقى يبقى في أزمة في البلكونة. عندك ضيوف، عندك عايزة تقعدي في البلكونة، خلاص انتي لميتيه على جنب من غير أي مشاكل بقى، ولا يفضل يقع ويتني زي اللي هو المنشر التاني ده. مش عارفة انتوا فاهميني ولا لا؟ اللي عنده منشر داخلي وبيعاني من موضوع المنشر الداخلي ده هيفهمني. طبعا ده الحبل، واهو هوريهولكوا بقى لما يترفع. طبعا انا اخترته اللون الكريمي، قلت يبقى فاتح فواتح يا وحيد. قلت يبقى فاتح كده مش هيبقى باين في الحيطه لما لما يتني. شكله جميل قوي، كل شويه رايحه جايه عماله اصوره من كل الزوايا. ما شاء الله بيستحمل الوزن، يعني انا غسلت عليه دوره كامله ولسه في حبال، يعني هو 10 حبال. الرابطه بتاعت الحبال 20 متر، عملت 7 حبال بس. طبعا حسب مساحتك يعني في البلكونه. وهنا بقى كانت الفرحه بتاعت رمضان اخر اليوم.